كانت محامية وأمها طردتها من البيت لما قالت لها أنا هشوف حياتي في التمثيل. قدمت برامج دينية ومطفشة عرسان أختها وهي اتجوزت مرتين. عانت قوة أمها وقالت تصريحات غريبة عن الحجاب والتمثيل في الجنة. الوجه الآخر للفنانة عبير صبري، إيه هي أسرار حياتها؟ يا ترى إيه اللي حصل معاها وهي لسه عيلة صغيرة؟ ليه رفضت تخلف؟ إزاي مطفشة عرسان أختها؟ كل التفاصيل دي وأكتر هتعرفوها معايا في الفيديو ده، بس أهم حاجة خليكم متابعين الحكاية للنهاية. الفنانة عبير صبري نشأت في أسرة صعبة حبتين في التعامل معاها. قساوة أهلها كانت هي اللي متصدرة المشهد، رغم إنها البكرية وأول فرحة في حياة أمها وأبوها، واللي طبيعي تبقى متدلعة ومتهنية وأبوها يدللها ويرفض زعلها. بس للأسف هم كانوا شداد عليها جدا وبيمدوا إيديهم عليها. تعرفوا إن الأصعب في الحكاية إن أبوها كان متشدد قوي في تربيته لبنته عبير، وكان على أي غلطة يمسكها يديها علقة محترمة وهي تاخد اللي فيه نصيب وتفضل تعيط بالساعات ولا يسأل عليها أبدا أو يطبطب عليها. والصراحة يعني هو معذور يا جماعة، هو كان فاكر إنه بالطريقة دي كده بيربي بنته صح علشان ما تعملش أي حاجة غلط في حياتها خالص. كبرت عبير صبري ودخلت المدرسة وكانت شاطرة جدا في دراستها، بس في نفس الوقت كانت مخططة تدخل معهد الفنون المسرحية أو أي دراسة ليها علاقة بالتمثيل، بس ما كانتش تقدر تتكلم عن حلمها ده قدام أمها وأبوها بسبب خوفها منهم. بعد ما عبير صبري بقى ليها اخوات، أمها خلتها تشيل مسؤوليتهم وبقت شايلة الهم ورايحة جاية معاهم في كل مكان كأنها أمهم مش أختهم الكبيرة. ولما عبير اتخرجت من الثانوية العامة قررت تدخل التمثيل وتواجه أبوها بقى بحلمها، بس اللي حصل اللي كانت خايفة منه، وهو إنه رفض بشدة وقال لها مستحيل أسيبك تدخلي أي حاجة ليها علاقة بالتمثيل وهتدخلي حقوق. أيوة، هي ما كانتش تقدر تختار أي حاجة نفسها فيها، هو اللي كان بيختار لها كل حاجة وعلى مزاجه كمان. عبير صبري ما كانش قدامها أوبشن تاني ودخلت كلية الحقوق جامعة عين شمس، وبعد ما خلصت ما اشتغلتش بشهادتها خالص، وأبوها رحل بعد تخرجها، وهنا قررت تعمل اللي بتحبه وتشوف مستقبلها، واتجهت لمجال الإعلام وخدت فرصة عمرها إنها تقدم برنامج فني اسمه السينما والصيف على التلفزيون المصري. ودي بقى كانت فتحة الخير عليها علشان منه اتعرفت على مخرج كبير ودخلت مجال التمثيل. بس أمها أول ما عرفت طردتها من البيت سنة كاملة، وفي الآخر اقتنعت وصالحتها وبقت تشجعها تنجح فيه. وفي عز نجوميتها وشهرتها فاجأت الكل باعتزالها الفن ولبست الحجاب وقدمت برامج دينية على قناة اقرأ، واتجوزت واختفت خالص عن الأضواء كام سنة، وبعدها رجعت بعد ما انفصلت عن جوزها وفضلت قافلة باب الجواز لحد ما اتعرفت على المحامي أيمن البياع وعايشة معاه في تبات ونبات. أما عن سبب عدم خلفتها، في الأول كان قرار منها إنها ما تخلفش علشان خافت بعد رحيل أبوها تجيب عيل وبعدين ترحل وتسيبه لوحده. وبعدين لما كبرت وفهمت واتجوزت أيمن قالت إنها ما عندهاش مانع تخلف، بس ربنا هو اللي لسه ما أرادش إنها تكون أم. بس حلم من أحلام عبير صبري إنها تمثل في الجنة مع النجم العالمي الباتشينو، وده تأكيد منها إنها مش هتعتزل التمثيل خالص ولا هتلبس الحجاب علشان بقى صعب عليها تلبسه، والستات اللي زيها هيفهموا كلامها. اللي محدش يعرفه بقى إن عبير صبري بتغير على أختها الإعلامية مروة صبري علشان كانت آخر العنقود، ويعتبر عبير هي اللي ربتها، وده مخليها تخاف عليها لدرجة إنها بتطفش عرسان أختها، وكل ما يجي لها عريس تطفشه وتقول لا مش شايفة إنه مناسب، وهي برضه معاها حق لأنها عايزة أختها تتجوز راجل كويس يعيشها في سعادة وما يزعلهاش. هل شايفين إن عبير صبري اتأخرت في إنها تاخد دور البطولة المطلقة؟ شاركونا بقى برأيكم في التعليقات.